في فرق كبير ما بين داتا سنتر شغاله وخلاص، وداتا سنتر فعلا حاطه ستاندر واضحه وصريحه للريلابيلتي. الموضوع مش مجرد تكنولوجي وخلاص، الموضوع عباره عن people وبروسيسز واستراتيجي كلها شغاله في تناسق وتناغم كل يوم. كان في بوست اتكلمت فيه قبل كده عن اهميه الريزيلينس والريلابيلتي والفرق ما بينهم، ممكن ترجعوا له. النهارده خلينا نتكلم بوضوح وبعمق اكتر بالنسبه للداتا سنتر والكريتيكال انفراستراكشر. ايه فعلا اللي ممكن يحافظ على ان السيستم يبقى شغال بكفاءه واتاكد ان مفيش اي داون تايم؟ اول حاجه هنتكلم عنها هي البي ام، البريفنتيف مينتنانس. باختصار هي عباره عن الصيانه اللي بتحصل بشكل دوري عموما قبل ما المشكله اصلا تظهر. بتكون بناء على توصيات المصنع لكل معده، وهي عباره عن فحص مستمر، تنظيف، تغيير كونسيومابلز، بحيث ان كل حاجه تبقى شغاله زي الساعه. الهدف الاساسي من البريفنتيف مينتنانس ان احنا نكتشف المشكله قبل ما تاثر على الاوبريشنز. تاني حاجه هنتكلم عنها هي السي ام، الكوركتيف مينتنانس، ودي بتحصل لما بيكون في انسيدنت حاصله. واهم حاجه في الانسيدنتس دي والكوركتيف مينتنانس هي سرعه استجابه الفريق. والسي ام مش بس ان احنا بنصلح، بيكون درس لازم نكون اتعلمنا منه. عشان كده الانسيدنت ريبورتس والروت كوز اناليسيس اللي بتتعمل عند كل انسيدنت بيحصل مهمه جدا، لان ده الدرس اللي بنتعلمه. بعدها عندنا البريدكتيف مينتنانس، ودي المرحله الذكيه. نستخدم سمارت مونيتورنج واناليتكس بتتعمل بحيث ان احنا نتنبأ من المشكله قبل ما تحصل. هنا التكنولوجيا والخبره بيتقابلوا بحيث نوصل لاعلى مستوى من الريلابيلتي. واخيرا ما نقدرش طبعا ننسى الام او بيز، الاس او بيز، الاي او بيز. دول مش مجرد ورق، دول عباره عن البلاي بوك لاي حد في الداتا سنتر. الاس او بيز هم عباره عن الروتين اليومي بحيث الشغل في الداتا سنتر يفضل كونسيستنت. الام او بيز بتكون للعمليات الخطره والمعقده بحيث ان هي تتعمل خطوه بخطوه بدون اي ارتجال. الاي او بيز بتكون لوقت الطوارئ، وقت الطوارئ كل ثانيه بتفرق، فلازم يكون في خطه واضحه ستيب باي ستيب. في النهايه سواء عندك الان هاوس تيم بتاعك او بتشتغل مع سبيشاليزد بارتنر، اللي بيحميك من الداون تايم عمره ما كان الحظ، هو التزامك بالمينتنانس ديسبلين. زي ما بنقول دايما الكفاءه في الداتا سنتر بتتبني على التوازن ما بين الناس والبروسيس والتكنولوجي. تابعني عشان في الفيديوهات الجايه هتكلم عن موضوع تهمك اكتر.